مساء الفل او صباح الفل حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو. النهارده معانا باندا، اول خروج لباندا في الشارع النهارده، وعشان كده قلت اصور نشوف تصرفاته هتبقى ازاي وقت ما يخرج الشارع في اول مره، ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا نخرج مع الشارع ونشوف هيعمل ايه. للناس اللي حابه تتابع معانا تدريب باندا اللي هيتم، احنا خلاص كده نبدا السلسله بتاعت باندا. زي ما قلنا هنوصل بيه لمستوى احلى من لونا ان شاء الله. كمان لونا بتفهم 3 لغات، اللي ما يعرفهاش يقدر يتفرج على فيديوهاتها على قناه التيك توك او اليوتيوب. هنشوف باندا هنقدر نعمل له ادنج لغه رابعه زي الراشن مثلا. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب على قناه اليوتيوب وفولو واكسبلور على قناه التيك توك. كنا اتكلمنا اكتر من مره ان مصدر امان الكلب هو صاحبه، مصدر امانه، مصدر غذاء ومصدر اهتمام وكل حاجه. فالطبيعي جدا ان في الحاله دي الكلب مش هيتصرف بشكل ان هو يبعد عني. انا جبت معايا بعض قطع دراي فود عشان نجرب كمان نديله كومانس واحنا في الشارع. زي ما احنا شايفين هو شويه مخطوف الى حد ما، مش بكتير قوي. عربيه عدت هيبدا يلتفت للحاجات، يشوف يكتشف ايه ده. هو مش خايف، الى حد ما متوتر بس مش الى حد كبير زي ما احنا شايفين. يلا باندا. اوكي، طيب اول حاجه عايز اعلمها الباندا هنا ان هو يمشي معايا، يفولو اللي انا هقوله او اللي انا هعمله. فاول حاجه ببدا احتك بيه انا بشكل، او بديله الكوماندز بتاعته بشكل او باخر. باندا يلا، جود بوي، برافو. زي ما كنت بقول، كوني مصدر الامان ومصدر الاهتمام ومصدر الاكل بتاعه، فبالتالي هو هيفضل يتبعني في السن الصغيره دي. تعالوا نجرب كده نمشي ونسيبه ونشوف هيتصرف ازاي. اوتوماتيك هلاقيه بيدور يجي ورايا. انا دلوقتي مش هكلمه خالص وابدا اتحرك انا وامشي. زي ما شايفين اوتوماتيك هو بدا يتحرك يجي ورايا. يلا يا باندا، جود بوي، برافو برافو برافو. يلا، بدا شويه يفك ويبقى مبسوط وفرحان. تعال، برافو، جود بوي، برافو. اللي ما يعرفش باندا هو جيرمان شيبرد، لكن طفره جينيه حصلت بسبب خلل جيني، واللون ده من الجيرمان شيبرد اسمه باندا جيرمان شيبرد. باندا ست، جود بوي، برافو عليك. زي ما شايفين بدأ حتى هياخد الكوماندز بتاعته بشكل كويس. انا حواليا جيران عندهم كلاب برضو، كل جيراني تقريبا عندهم كلاب، فهنسمع اصوات كتير قوي. يلا يا باندا، جود بوي، تعال، برافو برافو. طيب كنا بنقول ان انا عايزه يمشي جنبي، فهبدأ هنا انا بتكلم دايما في الموضوع ده، بقول بغير اتجاهي. يعني دلوقتي هو بدأ يمشي يرجع لورا، ابدأ انا اسبق لقدام. اول ما يسبقني او اول ما ياخد اتجاه غير اتجاهي، ابدأ انا على طول ارجع اغير اتجاهي تاني. يلا يا باندا، جود بوي، برافو. شوفوا كده، اول ما يبدأ يسبقني انا اغير اتجاهي وارجع تاني. جود بوي. مرة في التانية هيبدأ يفضل حوالين رجلي. تعال، جود بوي، هيل جنبي هنا، تعال جنبي هنا، تعال، جود بوي، يلا بينا، ها، جود بوي. زي ما شايفين هيفضل دلوقتي يتحرك بشكل اقرب وما يبعدش بالشكل العادي بتاعه. يلا يا باندا، جود بوي، برافو عليك، ست، برافو. يلا هاي فايف، برافو، ست، هاي فايف، لا لا، ست، جود بوي، هاي فايف، برافو برافو برافو. يلا بينا يا باندا. في البداية خالص لازم اختار توقيت. يلا يا باندا. في البداية خالص لازم اختار توقيت ما يكونش فيه الدنيا زحمة، ما يكونش فيه حركة زيادة، ما يكونش فيه ناس كتير، علشان الكلب ما يحصلوش حالة تشتت في البداية. لازم يبقى الموضوع بشكل الى حد ما هادي ومحسوب، وتبقى الامور زي ما احنا شايفين حواليها الدنيا كده ايه، رايقة وفاضية ومفيش حد حواليها في الشارع، الا كل فترة ممكن تعدي عربية. وده على سبيل ان باندا يبدأ يعتاد ان في حواليه بتكون مشتتات وحركة واصوات وغير.
واهم شيء في الاول وفي الاخر ان انا احاول دايما اكون مستحوذ على تركيزه بشكل كامل. باندا جود بوي ست. ابدا اديله التريت. برافو جود بوي. يلا تعال باندا ستوب ستوب. لا جود بوي. بدا ياخد حاجات كمان من على الارض. نبدا لما قلت له ستوب وسابها اديله التريت بتاعه. جود بوي باندا. يلا ست. لا برافو. دايما هتلاقوني بشجع الكلب قبل ما يعمل الكوماند بتاعه، هتلاقوني بقول له برافو قبل ما ينفذه. وبرافو او جود بوي بالنسبه له هو اتعود ان دي كلمه مصاحبه للتريت، فمعناها ان هو عمل حاجه صح او ان هو جاي له التريت، فبالتالي يبدا ينفذ الكوماند على سبيل التشجيع. يلا داون. لا داون. نو تحت. لا ستوب. داون. جود بوي. برافو عليك يا باندا. جود بوي باندا. يلا اب. جود بوي. خد. برافو باندا. يلا داون. جود بوي. خد. برافو. كونها اول مره ينزل فيها الشارع فده حاجه كويسه اللي احنا عاملينه دلوقتي، والناتج جميل مش وحش خالص. باندا اب. يلا جود بوي ست. برافو. هاي فايف. لا فايف جاست وان. يلا هاي فايف. جود بوي. برافو عليك. يلا ايدك التانية. لا التانية. لا دي. لا ستوب. لا ستوب اب. يلا هاي فايف. لا جاست وان. هاي فايف. جود بوي. برافو عليك برافو عليك. يلا بينا باندا. تعالى يلا جنبي. جود بوي. ستوب. جنبي. تعالى هنا. ستوب. لا ما تمشيش بعيد. تعالى. جود بوي. ستوب. برافو ست. برافو. هاي فايف. لا ست. نو. هاي فايف. جود بوي. خد. يلا تعال. جود بوي. ارجع ورا. جود بوي. ست. داون. جود بوي. ستي يا باندا. برافو. جود بوي. ستي. برافو. وده كده سيشن كامل عملناه مع باندا. سيشن فيه كل حاجه ميكس ما بين سيت وداون وستوب وستي، وخرجنا اول خروجه الشارع. زي ما احنا شايفين ما شاء الله الكلب شخصيته جميله، الوانه ما شاء الله تحفه. كنت بحكي لكم ان دي طفره جينيه. طيب للناس اللي حابه تتابع معانا تدريب باندا اللي هيتم، احنا خلاص كده نبدا السلسله بتاعت باندا. زي ما قلنا هنوصل بيه لمستوى احلى من لونا ان شاء الله. كمان لونا بتفهم 3 لغات، اللي ما يعرفهاش يقدر يتفرج على فيديوهاتها على قناه التيك توك او اليوتيوب. هنشوف باندا هنقدر نعمل له ادنج لغه رابعه زي الراشن مثلا، وهنوصل برضو معاه ان شاء الله لابعد الحدود، زي ان احنا نلغي الاي كونتاكت، مش لازم ابص له، مش لازم يبقى وشي ليه. هنجرب نعمل معاه حاجات ان احنا نوصل معاه كمان باي فون كولز، ان هو يعمل كوماندز او يعني بمكالمات تليفون. هنحاول نعمل الموضوع ونشوف هيمشي معانا ازاي باندا، لان هو كلب ذكي جدا ما شاء الله عليه وشخصيته كويسه. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ما كنتش طولت عليكم، يكون اتقال فيه معلومات تكونوا جميعا مستفيدين منها. يا رب اكون في التحدي باي معلومه ما. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب على قناه اليوتيوب وفولو واكسبلور على قناه التيك توك. اشكركم على وقتكم. مع السلامه.